عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بتحلية ياسر بنينة وياسر سهلة وياسر اقتصادية. باش نعملو مع بعضنا عصيدة كاكاوية بالشوكولاتة. ما نحكي لكمش على الكومبينيزون بين الشوكولاتة وبين الكاكاوية. انا ديما نحاول باش نجيب لكم وصفات اقتصادية باش يكونوا في متناول الناس الكل. تابعوا معايا الفيديو للاخر باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير. وكيف العادة كان عجبكم المحتوى متاعي ما تنسيوش باش تشجعوني وتشتركوا في القناة باش كي نهبط فيديو جديدة توصلكم نوتيفيكاسيون. عندي هنا 300 غرام متاع كاكاوية. كيما تراو الكاكاوية عندي لي بالقشور وما غير قشور. باش من بعد نتحصلوا على عصيدة تكون غامقة شوية. نرحيها لين نتحصلوا على بات ومن بعد البات هذيك باش نحطوها في وسط خلاط كهربائي. باش نكمل نضيف عليها 600 مليلتر متاع ماء، 5 مغارف كبار متاع سكر، 2 مغارف كبار ونص متاع فرينة دقيق ابيض. كي نحطو نحنا المكونات متاعنا في الخلاط الكهربائي يعاوننا برشا باش المكونات الكل يدخلوا في بعضهم. لو كان مش متوفر عندكم راهو تنجموا تخلطوا بالفوي ومن بعد تصفيو بصفية والا بغربال. علاش انا رحيت الكاكاوية متاعي بالقشور؟ باش من بعد العصيدة متاعنا تجينا غامقة. بون مش غامقة برشا اما غامقة شوية. حطيت توا الخليط في وسط الكاسرونة وباش نطيبو. النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر. ما نهزوش يدينا من على النار باش ما تكعبرناش. كيفاش نعرفوها التيب؟ وقت اللي تبدا تعقاد يبدا الخليط هكايا تبدا العصيدة متاعنا تبدا تبقبق، وقتها نطفيو عليها الغاز ونصبوها في وسط الكيسين والا في وسط الصحافي اللي باش نقدموهم. وهذه توا العصيدة بعد ما صبيتها في وسط الصحافي باش نخليها تبرد شوية مادام باش نحضروا الشوكولاتة متاعنا. عندي هنا 100 غرام متاع شوكولاتة كحلة ذوبتها وزدتها اشتر مغرفة صغيرة متاع زبدة وخلط كل شيء مع بعضه باش نتحصلوا على كل لمعة هذيك. وتوا بعد ما بردت العصيدة شوية كيما تراو عملت الكوش البارة الفوقانية باش نضيف لها الشوكولاتة بسياسة، ناخذ مغرفة نعاون بها ونستويها لين تولي عنا طبقة مستوية متاع شوكولاتة. زينتها توا بشوية كاكاوية كيما تراو. نخليها ترتاح في الفريجيدير مدة 4 ساعة ومن بعد تاكلو صحة وبالشفاء. وبالحق ما نحكي لكمش على البنة ياسر 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 بنينة. جربوا طريقة راهي ياسر سهلة اي سورتو اقتصادية. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم وصفة اليوم وشهية طيبة.